انا ايه اللي يخليني اروح احضر تالنت مانجمنت واخدها مع هايرد بالذات؟ واحنا بنشتغل على التالنت مانجمنت سايكل بنمر فيها بثلاث مراحل. اول مرحله مرحله الاتراكشن، تاني مرحله عندي هي المينتيننج، وتالت مرحله معايا المرحله الاخيره هي الريتيننج للموظفين. بنبدا مع بعض نمشي في رحله كده داخل التالنت مانجمنت سيرتيفيكت اللي احنا بناخدها. من اول ما بنحدد المان باور بلان بتاعتنا، هو احنا فعلا محتاجين الموظفين دول عندنا داخل الشركه ولا لا، وايه هي كمان الفيوتشر نيدز، من خلال ان احنا بنعرف نعمل ده بشكل قوي جدا وبشكل تطبيقي، ان احنا نقدر نحدد عدد الموظفين بدقه جوه الشركه للفيوتشر ايه، للفيوتشر نيدز. بعد كده بنقدر ندخل مع بعض في السايكل. بعد ما الموظف بيدخل عندي اقدر ان انا اعمل له الاونبوردنج بالشكل المظبوط، وبنمشي خطوه بخطوه مع بعض في الاونبوردنج بروجرام عشان يبقى الموظف انجيجد عندي ويدخل بسرعه في الكومفورت زون بتاعته. بحدد مع نفسي كمان الامبلوي فاليو بروبوزيشن اللي انا بقدمها از ان امبلوير للموظفين، وده بيساعدني في الاتراكشن اللي انا بعمله في البدايه. وبعدين بنبدا ندخل مع بعض في التفاصيل، ان انا بالنسبه لي عشان اقدر اسس التالنت دي واقدر اعمل لها مينتيننج وريتنشن، فلازم اشتغل على تول الناين بوكس دايجرام، وده احنا بنقدر نتعلمه مع بعض بكل تفصيله فيه عشان نقدر نحقق اللي مطلوب مننا. وبنكريت كمان اسسمنت تقدر من خلالها ان انت تعرف الشخص اللي موجود عندك داخل الاورجنايزيشن ده شخص بوتنشال ولا لا. بلس ان احنا كمان بنقدر نشتغل بكل احترافيه ان احنا نعمل مع بعض كل تفصيله في الديسك اسسمنت، وازاي نقدر نحدد ان الموظفين اللي عندنا دول فعلا فيتنج للفيوتشر بوزيشنز ولا لا. لما نمانج بقى بالاحترافيه الكبيره دي التالنت مانجمنت سايكل، يقدر الكلام ده كله يحقق لي الكومباتيتيف ايدج للشركه، اللي بينعكس في البدايه على نجاحي كمدير للموارد البشريه، وبيساعدني ان انا احقق اكبر نجاح للاورجنايزيشن عندي، وبيساعدني ان انا اكبر واوصل لنجاحات، واقدر كمان اوصل لشركات كبيره واكون متواجد فيها عشان احقق لها الديفلوبمنت واحقق لها الاستقرار اللي مطلوب.